بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحرب العالمية الأولى وحكينا القصة الكاملة للحرب العالمية الأولى بالتفاصيل الداخلية بتاعتها، وحكينا كمان تفاصيل الهزيمة اللي لحقت بألمانيا، مش بس ألمانيا بل الهزيمة لحقت بحلف المركز كامل، واللي كانت نتائجة طبعا على دول المركز كانت سيئة جدا، سواء على الدولة العثمانية اللي تم تفكيكها أو على الإمبراطورية النمساوية المجرية اللي برضه تعرضت للتفكيك. لكن ألمانيا ما تعرضتش للتفكيك، ألمانيا وقعت على معاهدة فرساي واللي كانت كفيلة إنها تمحي وجود ألمانيا. وقلت برضه في الفيديو اللي فات إن معاهدة فرساي هي أسوأ معاهدة في التاريخ. يكفي أقول لك إن الحلقة بتاعت النهاردة اللي هي حلقة الحرب العالمية الثانية السبب فيها أصلا هي معاهدة فرساي. تعال نعرض بنود المعاهدة. أول بند في المعاهدة هي إن ألمانيا تخسر بعض أراضيها، والمانيا خسرت 12% من اراضيها، وال 12% دول اتقسمت على الدول اللي انتصرت. فمثلا فرنسا خدت اقليم الالزاس واللورين، ودول اصلا كانوا اراضي فرنسيه، ولكن المانيا كانت احتلتهم في الحرب البروسيه الفرنسيه، ودي حرب هنتكلم عنها بعدين. ومستعمرات المانيا اللي كانت موجوده مثلا في المحيط الهادي اليابان خدتها في الحرب. الكاميرون وتوجو اتوزعوا على فرنسا وانجلترا، وتنزانيا بريطانيا خدتها كلها. البند الثاني في المعاهده هو ان المانيا تدفع 132 مليار مارك ذهبي، دول ما يعادل 33 مليار دولار في وقتهم، مش في وقتنا. في وقتنا ده حوالي 600 مليار دولار. طبعا ده رقم كبير جدا لدولة لسه خارجة من الحرب وهي مهزومة كمان. وكمان تقليل الجيش الألماني ل 100,000 جندي. وطبعا المصائب لا تأتي فرادى. بيضرب العالم سنة 1929 حاجة اسمها الجريت ديبريشن. الجريت ديبريشن ده اللي هو الكساد العظيم، أزمة اقتصادية دمرت العالم. تخيل ان الازمه دي دمرت دول منتصره في الحرب، ما بالك المانيا اللي بتدفع تعويضات ومهزومه في الحرب. الموضوع كان سيء جدا في المانيا، انتشرت البطاله والاقتصاد الالماني انهار اكتر واكتر، وحصل تضخم مش طبيعي في المانيا. الموضوع كان صعب على المانيا لدرجه ان الناس في المانيا كانوا بيجمعوا الفلوس الورق ويولعوا فيه عشان يتدفوا، لان الفلوس كميتها ما كانتش تشتري اصلا الخشب. تضخم طبعا مش طبيعي. وطبعا كل اللي بيحصل في المانيا ده يعتبر بيئه مثاليه جدا لاي حزب متطرف عايز يطلع في المنطقه. وقتها الحزب اللي كان يعتبر نجمه طالع شويه هو حزب العمال الاشتراكي الالماني، اللي هو اختصارا الحزب النازي، والرئيس بتاعه اللي هو ادولف هتلر، واللي كان زيه زي باقي الشعب كاره جدا لمعاهده فرساي. كل ده بس في المانيا. نشوف باقي الدول. عندك انجلترا اللي كانت لسه خارجه من الحرب منتصره، كانت مشغوله اكتر في انها تعيد ترميم اقتصادها اللي اتدمر بسبب الحرب. كذلك فرنسا واللي كان عندها مشاكل اصلا داخليه بتعيد برضو ترميم اقتصادها اللي اتدمر في الحرب. في الشرق عندنا روسيا، بعد الثوره البولشفيه في روسيا والاطاحه بالقيصر نيكولاس الثاني نشأت عندنا دولة جديدة وهي اسمها الاتحاد السوفيتي. وطالما جبنا سيرة الاتحاد السوفيتي نجيب سيرة أمريكا. أمريكا هي من أقل الدول اللي اتضررت في الحرب، وتعتبر هي أصلا الدولة الوحيدة اللي طلعت مستفيدة. كل المعارك ما حصلتش على أراضي أمريكا، أمريكا بعيدة جدا عن مجال الحرب. وغير كده الاقتصاد الأمريكي انتعش جدا بسبب تجارة السلاح والمواد الخام والأكل، وكمان التمويلات اللي كانوا بيدوها بالفوائد طبعا. بالنسبة لإيطاليا واللي كانت برضو طالعة من الحرب منتصرة، دول الحلفاء وعدوها إنهم هيدوهم بعض الأراضي من الدولة العثمانية، ولكن للأسف ما حصلش الكلام ده. فده خلى فيه غضب شعبي جوه ايطاليا. من وسط الغضب ده طلع عندنا شخص اسمه بينيتو موسوليني، واللي اسس نظام في ايطاليا اسمه النظام الفاشي. بينيتو موسوليني كان عنده حلم هو انه يرجع الامبراطوريه الرومانيه. الامبراطوريه الرومانيه دي اللي كانت مسيطره على كل حدود البحر المتوسط. واخيرا عندنا اليابان، واليابان بعد انتصارها في الحرب العالميه الاولى واللي كانت مشاركتها ضعيفه جدا زي ما قلنا، يا دوبك بعض الجزر الالمانيه اللي تم احتلالها، الا انها لم تعامل معامله المنتصر. ده بالعكس، ده انطلب منها كمان ان هم يقللوا الترسانه البحريه بتاعتهم اللي هي الاسطول، وده ما كانش عاجب اليابان تماما. وغير كده اليابان كان عندها مشكله داخليه وهي الانفجار السكاني. اليابان تعدادها كبير جدا وهي مجموعه جزر اصلا، والجزر دي ما عادش فيها موارد، فلازم اليابان تلجا للتوسع. وبتبدا فعلا في انها تعمل حركات توسعيه في منطقه الصين ومنطقه جنوب شرق اسيا، بتحتل اقليم منشوريا وبعض الاماكن الثانيه بجوار اقليم منشوريا. يعني من الاخر بتعلم على الصين. مش بس الصين، دي بتبدا تعلم كمان على بعض الدول اللي موجوده في جنوب شرق اسيا، ولكنها بتلاقي نفسها محاصره بين اتنين، الاتحاد السوفيتي في الشمال وامريكا في الجنوب. تسالني ايه اللي جاب امريكا في الجنوب؟ اقول لك ببساطه لان استراليا كان بينها وبين امريكا علاقات كويسه جدا، وبينهم علاقات تجاريه كويسه لاعلى درجات، وكمان في بعض الاماكن اللي كانت تابعه اصلا لامريكا. كل ده في منطقه المحيط الهادي. خلينا بقى نرجع تاني ونروح لاوروبا، تحديدا في المانيا. في سنه 1933 هتلر بيوصل لقب المستشاريه، ومعنى كلمه مستشار الماني هي اقرب ما يكون لرئيس وزراء او بمعنى صح حاكم. هتلر كان عنده مجموعه اهداف عايز يحققها،
منها مثلا انه يفسخ معاهده فرساي، وانه يعمل استقلال اقتصادي بعيد طبعا عن اي فلوس اندفع، وكمان ان هو يعمل جيش قوي يعوض بيه طبعا الجيش اللي تم تقليله جدا، وكمان ان هو يرجع مساحه المانيا زي ما كانت. والحاجه الاخيره وهي انه يعمل تصفيه عرقيه، المكان اللي يكون فيه ما يكونش فيه غير عرق آري، يعني ما فيهوش بولنديين، ما فيهوش سلاف، ما فيهوش شيوعيين، وما فيهوش يهود. وبالمناسبه هتلر كان بيكره اليهود والشيوعيين بطريقه مش طبيعيه. طب فين الشيوعيين؟ الشيوعيين دول موجودين في الاتحاد السوفيتي، هو اللي بيمثل اصلا قطب الشيوعيه في العالم. هتلر ما كانش بيحب الشيوعيين خالص، وقال كده اصلا في كتابه اللي هو كفاحي، واستغل ان انجلترا وفرنسا في حاله تشتت اصلا، ان هما الاثنين عندهم ازماتهم الداخليه، وكمان بيعيدوا تصليح اقتصادهم اللي اتدمر سواء من الكساد العظيم او من الحرب. ففي اول خطوه ليه كان مستشار المانيا بيخرج من الليج اوف نيشنز اللي هي عصبه الامم. عصبه الامم ديت اللي هي شبيهه بالامم المتحده، هما الاثنين زي بعض بالظبط، ما بيعملوش اي حاجه. ثيوريكالي هما المفروض انهم يعني بيمنعوا حدوث الحروب، وواضح ان الاثنين عاملين انجازات رهيبه. والليج اوف نيشنز اصلا في دول ما كانتش موجوده فيها زي امريكا مثلا، في دول انسحبت منها زي المانيا في 33 واليابان في نفس السنه وايطاليا في 37. هتلر برضه بيستغل انشغال فرنسا وبريطانيا وبيبدا في تحقيق اهدافه، فتاني بيعيد التجنيد وبيرجع سلاح الدبابات وبيكون سلاح الطيران او اللي هو اللوفت وافا، وبيتواصل مع انجلترا عشان يعيدوا تكوين الاسطول الالماني من جديد. طبعا فرنسا بتشوف ده بتبدا تتوتر، وبيكملها هتلر وبيعلن انه ما عادش هيدفع تعويضات تاني لحد. معاهده فرساي دي بيقولوها وشرب ميتها، مالهاش اي لازمه. بتبدا فرنسا تاخد اول اجراءات احترازيه ضد هتلر لما بتقرر انها تروح تمضي تحالف مشترك مع بولندا، ولكن هتلر بيعرف وبيكون هو الاسرع في ان هو يروح ويمضي اتفاقيه عدم اعتداء بينه وبين بولندا، وده بيعصب فرنسا اكتر واكتر. بيبدا هتلر يعمل مشاريع داخليه وبيظبط من اقتصاد دولته عشان يعمل اقتصاد مستقل، ما هو كده ما عادش هيدفع غرامات تاني. كده هتلر حقق اول 3 اهداف ليه: 1 فسخ معاهده فرساي، 2 رجع الجيش، 3 عمل اقتصاد مستقل لألمانيا. فاضل عند هتلر هدفين، الهدف الرابع وهو التوسع في اوروبا ويرجع الاراضي اللي اتاخدت منهم. وكان بالنسبه له احسن بدايه هي بدايته مع النمسا، وده ببساطه لان النمسا فيها نسبه كبيره جدا منها المان، مش بس المان، في كمان نسبه كبيره منهم عايزه تنضم لالمانيا. فهتلر بيبعت للنمسا وبيهددهم، وكانت النتيجه ان النمسا وافقت ان الجيش الالماني يدخلها، وفعلا المانيا بتدخل النمسا بدون ولا نقطه دم. المجتمع الدولي بيبدا يخاف شويه من هتلر. بريطانيا والمانيا بيبداوا يحسوا ان هتلر بدا يلعب بديله، ولكنهم مش بيدوا الموضوع اهميه لان هو مفيش حاجه حصلت اصلا، هو يعتبر ما حاربش، ده هو دوله فتحت له حدودها وانضموا مع بعض. هتلر بيبص جنبه بيلاقي تشيكوسلوفاكيا واللي برضه فيها فصيل الماني، فهتلر بيبعت ليهم وبيهددهم برضه نفس الطريقه اللي عملها مع النمسا، وتشيكوسلوفاكيا بتفتح ابوابها برضه، ولكن المجتمع الدولي هنا وقف هتلر وقالوا له ما تعديش حدودك، مش بتعديهاش قوي، يعني خد الحته دي بس، حته صغيره. وهتلر كان قد كلامه، خد الحته الصغيره وخد تشيكوسلوفاكيا بعدها. بعدين قسم تشيكوسلوفاكيا وبدا يوجه نظره لبولندا. هنا انجلترا وفرنسا اتجننوا، الراجل ده ولا بيسمع الكلام ولا بينفذ وعوده ولا بيعمل اي حاجه احنا عايزينها، لو قرب لبولندا احنا هنعلن الحرب عليه. هتلر كان مدرك ان دخوله في حرب مع بولندا هيهيج عليه انجلترا وفرنسا، فبيتصنع مسرحيه سخيفه جدا ان هو يجيب بعض المساجين ويقتلهم وهم لابسين الزي الالماني او زي الجيش الالماني عشان يكون سبب كويس للاحتلال. ولكن قبلها بيعمل اتفاقيتين. الاتفاقيه الاولى اسمها الصليب الحديدي، دي بيعملها مع بينيتو موسوليني، بيكونوا فيها زي تحالف عسكري. وبالمناسبه بينيتو موسوليني كان بيكره هتلر، ما كانش من محبين هتلر اصلا، وهتلر كان بيبادله نفس المشاعر. هتلر ما كانش بيحب بينيتو موسوليني، ولكن كان شايف ان المصلحه اهم بكتير من مشاعر اتجاهه، وده هنشوفه امتى؟ لما برضه هتلر بنفسه هيروح للاتحاد السوفيتي ويمضي معاهم اتفاقيه عدم اعتداء، وكمان يتفقوا على تقسيم بولندا ما بينهم. هو بنفسه قال في كتابه ان هو بيكره حاجه اسمها الشيوعيه وبيكره الاتحاد السوفيتي وبيطلق عليهم اسم البولشوفيه اليهوديه من كتر ما هو بيكرههم. تخيل ان الراجل ده هو نفسه اللي بيروح يتفق معاهم ويمضي معاهم اتفاقيه عدم اعتداء وبيعمل تحالف ضد بولندا. بعد الاتفاقيات اللي عملتها المانيا دي خلاص ده وقت اننا نهجم على بولندا، ولكن هتلر ما كانش عايز يدخل تاني في حرب خنادق وترينش وورفير، وما كانش عايز الجو ده خالص، هو عايز هجمه سريعه تخلص كل ده. وهنا نشأ عندنا مصطلح عسكري اسمه بليتزكريج، استراتيجيه جديده عباره عن هجمه خاطفه. كلمه بليتزكريج معناها اصلا حرب البرق، ودي عباره عن حرب فيها الطيران الالماني هيبدا يقصف وفي نفس الوقت المانشافت الالماني هيهاجم، وما ادراك ما هجوم المانيا.
وفعلا المانيا بتطبق طريقتها على بولندا، وبتنهار الدفاعات بولندا بسهوله جدا قدام الهجوم القوي الالماني. في نفس الوقت اللي بولندا بتتعرض فيه الهجوم من الغرب، الاتحاد السوفيتي بيبدا هجماته على بولندا من الشرق عشان تسقط وارسو على ايد الالمان بسهوله، وتبدا حرب جديده بين انجلترا وفرنسا والمانيا. الاتحاد السوفيتي مش بس بيكتفي ببولندا، لا ده هو كمان بياخد دول البلطيق وجزء من رومانيا، بيخش في حرب مع فنلندا لانه كان حاسس ان ممكن المانيا تاخد فنلندا او تتحالف مع فنلندا، وهم قريبين جدا من مدينه كبيره زي لينينجراد، فبيخشوا في حاجه اسمها حرب الشتاء. ودي انتهت ان الاتحاد السوفيتي خد جزء صغير جدا من فنلندا علشان يامن حدوده. في نفس الوقت المانيا بتحس ان ممكن انجلترا تهجم عليها من الشمال من ناحيه النرويج، فبتسبقها بخطوه وبتاخد الدنمارك. هي مش خدت الدنمارك بس، خدت الدنمارك والنرويج. وهناك الجيش الانجليزي بيحاول يعمل انزال، ولكن الجيش الالماني بيحصله وبيدمره كمان. كده المانيا بقت مأمنه كل حدودها، سواء من الجنوب عندها ايطاليا، من الشرق عندها الاتحاد السوفيتي وهي عامله معاه الاتفاق، ومن الشمال النرويج وهي محتلها. كده اصبحت الحرب على جبهه واحده بس، والجبهه دي هي جبهه فرنسا وانجلترا. الاقرب لالمانيا هي فرنسا، وهي تعتبر العدو التاريخي اصلا لالمانيا. في الفيديو اللي فات قلنا ان الحدود بين فرنسا والمانيا متامنه كويس جدا. بعد الحرب العالميه الاولى اتامنت اكتر بخط ماجينو، وده كان خط دفاعي قوي جدا ما كانش ممكن لاي جيش انه يخش من خلاله، تعتبر مهمه انتحاريه بالنسبه لاي حد عايز يخش، وهي معموله اصلا للالمان. فوق خط ماجينو عندنا غابه الاردين، واحنا قلنا برضو ان الغابه دي صعب جدا، صعب مستحيل اصلا ان حد يخش من خلالها. وفوق غابه الاردين عندنا بلجيكا، نفس خطه شليفن تقريبا. وفرنسا كانت متوقعه جدا ان المانيا هتعمل كده، وفعلا المانيا بتعمل كده، ولكن في اختلاف بسيط. المانيا بتاخد هولندا كمان في سكتها. الفرنسيين لوهله استغربوا ليه المانيا بتقسم جنودها على 2، ولكن اللي كانتش فرنسا عارفاه ان هم مش مقسمين على 2، هم مقسمين على 3، والجزء الاكبر من الجيش الالماني هو اللي هيهجم عليهم من اكتر مكان هم ضامنينه، وهي غابه الاردين. الفرنسيين بيتفاجئوا بالالمان بيدخلوا عليهم من غابه الاردين. في نفس الوقت الجيش الالماني اللي موجود في بلجيكا وهولندا بيبدا يحاصر الجيش الانجليزي والفرنسي اللي متجمعين في منطقه اسمها دانكيرك، وبيحاصرهم، ولكن لسبب ما بيكملوش، وبيكتفوا بس بالقصف الجوي. انجلترا بتسحب قواتها بسرعه من خلال القناه الانجليزيه علشان مفيش امل انها تكمل في معركه زي دي، وبيسيبوا فرنسا لوحدها قدام المانيا. الجيش الالماني بيبدا يتقدم بسرعه باتجاه باريس، وفي نفس الوقت ايطاليا بتبدا تضرب ضربات خفيفه خالص في فرنسا، ولكن كل ضرباتها بتبقى في الفاضي، ما بتعملش اي حاجه. سيبك من ايطاليا، خلينا نرجع تاني للجيش الالماني اللي بدا يكتسح فرنسا. مش بس يكتسحها، الجيش الالماني احتل فرنسا كلها في 35 يوم. هتلر نفسه ما كانش متوقع النتيجه دي، لدرجه انه راح اتصور جنب برج ايفل، الصوره الشهيره اللي كلنا عارفينها. بعدها قسموا فرنسا لجزئين، جزء تحت الاحتلال الالماني والجزء الثاني في حكومه مواليه لالمانيا. ولكن الشعب الفرنسي ما كانش راضي عن اللي بيحصل، وكان بيعمل ثورات وكان بيحاول يتصدى وحروب عصابات ومقاومه شرسه. ولكن المقاومه الفرنسيه لا شيء جنب مقاومه انجلترا لالمانيا. المانيا اللي كانت بتقصف انجلترا بكل حده، لان ببساطه الالمان ادركوا ان مفيش مجال ان احنا نلعب مع انجلترا. انجلترا جزيره وبينهم القناه الانجليزيه، والقناه الانجليزيه هي اقوى مكسب بالنسبه لانجلترا. اي حد هيحاول يعدي القناه الانجليزيه الاسطول الانجليزي هيوقعه، فمفيش فرصه لحدوث انزال، وكمان مفيش فرصه ان احنا نحاربهم في البحر، لان زي ما قلت لك انجلترا جزيره في وسط البحر، يعني من الاخر هي بتلعب على ارضها. هتحاربها سفن هتكسبك، هتيجي تعمل انزال هتدمرك. فايه الحل الوحيد؟ القصف الجوي. وفعلا اللوفت وافا اللي هو الطيران الالماني كان بيقصف لندن دايما، وفي نفس الوقت الرويال اير فورس او اللي هي القوات الجويه الملكيه اللي هي الطيران الانجليزي كان بيقصف برلين عاصمه المانيا. هتلر حاول يخش معاهم في مفاوضات وهو ستيل بيقصفهم، ولكنهم رفضوا. وهتلر بدا يحس بخيبه امل، اللي هو احنا بنحارب في انجلترا ومش عارفين نكسبها، وهو اصلا باله مش في انجلترا خالص. هتلر كل اللي في باله ان هو عايز يوصل للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اللي كان وقتها في اسوأ حالاته، جيشه انهار، قيادته ستالين اعدمها، ستالين ده اللي هو رئيس الدوله، وكمان السلاح السوفيتي ما كانش في احسن حالاته اصلا. هتلر بعد ما خلاص كرف لانجلترا قرر ان هو هيبدا يعمل عمليه عسكريه اسمها عمليه بارباروسا. عمليه بارباروسا هي اكبر عمليه عسكريه في تاريخ البشر، بتعداد وصل لفوق 3 مليون جندي. الوقت المناسب بالنسبه لهتلر هو الصيف، لان ببساطه الاتحاد السوفيتي مستحيل حد يعرف يدخله في الشتاء، ده شتاء روسي. لو مش مدرك الشتاء الروسي هو لوحده كفيل يدمر جيوش. هتلر بيكون حاطط 6 شهور كفتره قتال
في الاتحاد السوفيتي كله. ولكن هتلر بيجيله خبطه من الجنوب من ناحيه ايطاليا. بينيتو موسوليني كان بيشتغل بدماغه شويه، فعلى سبيل المثال بدا اصلا حمله ضد مصر اللي كان وقتها تحت الاحتلال الانجليزي، لان شمال افريقيا كله كان محتل اصلا. مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزي، ليبيا كانت تحت الاحتلال الايطالي، وتونس والجزائر والمغرب كانوا تحت الاحتلال الفرنسي. موسوليني كان محتل منطقه اثيوبيا، ومن اثيوبيا قدر يكسب معركه صومالي لاند اللي هي منطقه في الصومال كان الانجليز محتلينها. فحب ان هو يجدد امجاده ويحتل مصر عشان يقدر يسيطر على قناه السويس ويقفل فيها الملاحه عشان الانجليز ما يوصلهمش امدادات من مستعمراتهم في الهند. ولكن موسوليني بيفشل جدا. هو مش بس بيفشل في ان هو يخش مصر، لا ده هو بيفشل ان هو يحافظ على مستعمراته كمان. الانجليز بيخشوا ليبيا ويكملوا لحد طبرق. هتلر وقتها ما كانش عامل حساب، هو ما كانش حاطط اصلا منطقه حوض المتوسط في دماغه. شمال افريقيا ما كانش ليه اولويه عند هتلر اصلا، فبعت واحد من افضل القاده عنده هو ايرفين رومل لمنطقه شمال افريقيا عشان يتعامل كده نقدر نفضل عمليه بربروسا. لكن برضه لا، موسوليني بيخش في معركه مع اليونان، معركه طويله ومش بيعرف ينتصر فيها. مش بس مش بيعرف ينتصر، ده هو بيبلع خسائر قويه جدا. هتلر بيتحط قدام الامر الواقع، حليفه بيخسر وهو مش عارف يعمل ايه مع حليفه اصلا. هتلر بينجح في اقناع بلغاريا انها تنضم لحلفه مع ايطاليا، وبياخد يوغوسلافيا في طريقه علشان يعرف يعدي ويدخل اليونان. هتلر كان بيحتل دول علشان يعدي منها. هتلر بينجح في انه يسيطر على اليونان، وفي جزيره اسمها كريت موجوده برضو جنب اليونان كان فيها جنود انجليز. هتلر بيخرج منها الانجليز وبيحتلها. الكلام اللي انا بقوله لك في دقيقه او اتنين ده خد 3 شهور. كده عمليه بربروسا متاخره عن ميعادها 3 شهور، وانت مش هتحارب دوله عاديه، انت هتحارب الاتحاد السوفيتي، مساحه كبيره وكمان هتصدى ليك. زي ما قلت لك الاتحاد السوفيتي كان في اسوأ حالاته، وجوزيف ستالين اللي هو رئيس الاتحاد السوفيتي كان بيعدم قاده جيشه وكانت حالتهم حاله. فهم مش مدين خوانه اصلا ان المانيا ممكن تهجم، ولكن اللي بيحصل ان المانيا فعلا بتهجم. بيخش الجيش الالماني متقسم على 3 اتجاهات، جزء هيحتل كييف، وجزء هيحتل موسكو، وجزء هيحتل لينينجراد. الجزء المسؤول عن احتلال كييف بينجح جدا في احتلالها، ولكن الجزء المسؤول عن احتلال موسكو واحتلال لينينجراد ما بيقدرش يحتلهم، فبيدخلهم في حصار. ولكن لو مش مدرك احنا متاخرين عن ميعادنا ب3 شهور، فما فيش مجال للحصار. الجيش الالماني بيبقى مدرك لده جدا، فبيبدا يعمل معركه اسمها معركه لينينجراد. معركه لينينجراد هي واحده من ابشع المعارك اللي شافها البشر. معركه لينينجراد وحصارها استمروا لفتره كانت كافيه انها تموت 1,000,000 من لينينجراد، سواء من الجوع، سواء من الحرب، سواء من القصف. هم موتوا 1,000,000 انسان، ده في لينينجراد لوحدها. في موسكو الجيش ما بيوصلش لحاجه، هو لسه محاصر وكمان بيتم الهجوم عليهم. الالمان اتفاجئوا بحاجه غريبه جدا السوفيت بيعملوها، وهي انهم نقلوا مصانع كامله من غرب البلاد لشرقها بعيد عن الحرب. مش نقلوا مصانع يعني نقلوا مكن، لا هم نقلوا مصانع حرفيا، فككوها مسمار مسمار ونقلوها، واعادوا بناء مدن كامله صناعيه. ده كان صدمه بالنسبه للالمان. وكمان بيجي الخريف الروسي، والخريف الروسي معناه مطر كتير وطين اكتر. الجو ده المعدات الالمانيه ما تمشيش فيه، يهابوا مغروزين وستيل في حرب، يعني هما بيتقصفوا. وده ببساطه لان الجيش السوفيتي اغلبه روس، والروس ده جوهم. مش بس جوهم، ده هم بعتوا جابوا ناس من سيبيريا اللي هم اصلا في صحراء كلها تلج عشان يحاربوا معاهم. دي ناس فاهمه ازاي تحارب في التلج. فانت شوف ان الكافه تميل اكتر للاتحاد السوفيتي برغم الجاهزيه الاعلى والتعداد الاعلى للجيش الالماني. السوفيت ما كانوش كويسين في حالتهم، ولكنهم قدروا الى حد ما يقاوموا. هتلر بيأمر جيشه اللي موجود في منطقه كييف، اللي بالمناسبه كييف دي عاصمه اوكرانيا، وكانت اوكرانيا كلها تحت الاتحاد السوفيتي. وده ما كانتش اوكرانيا بس، لا ده كانت اوكرانيا وارمينيا واذربيجان وبيلاروس، كل دول كانوا تحت الاتحاد السوفيتي، وكمان دول البلطيق. المهم هتلر بيأمر جيشه ان هو يتجه نص لمنطقه جبال القوقاز اللي غنيه جدا بالنفط، اللي ممكن يدي لجيشه افضليه، وممكن يدي لجيشه كمان امداداته من النفط اللي تساعده في التحرك. والنص الثاني بيروح لمدينه ستالينجراد. ستالينجراد كان فيه 3 اهداف من غزوها. الهدف الاول هو ان ستالينجراد مدينه صناعيه وبتخرج كميه دبابات مش طبيعيه. الهدف الثاني ان ستالينجراد موجود على نهر الفولجا، ونهر الفولجا بيستخدموه السوفيت في انهم ينقلوا الحاجه بتاعتهم من البحر الاسود لموسكو، فبالتالي ممكن يقطعوا الامداد عن موسكو. والهدف الثالث وده اللي كان اصلا في دماغ هتلر هو ان المدينه اسمها ستالينجراد، معناها بالعربي حصن ستالين. ستالين ده مين؟
جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي. ده كان السبب. لو تم احتلال ستالينجراد المعنويات السوفيتية اتدمرت، وستالين كان مدرك جدا للفكرة دي، وعشان كده ستالين امر كل اهالي ستالينجراد بان هم يدافعوا. وبتحصل معركة ستالينجراد، المعركة الشهيرة. الجيش الالماني بيحتل فوق 90% من مساحة ستالينجراد، بيقصف المدينة بالطيران والمدافع لحد ما بتتدمر كلها، ولكن المقاومة لسه مستمرة. المدفعية الألمانية بتضرب، وفي نفس الوقت القناصين السوفيت نايمين ومستخبيين. ولو انت بتخاف إيراد من الهجوم الألماني، خاف 24 من القناصين السوفيت، واللي بالمناسبة كان في نسبة كبيرة منهم جدا ستات. في ستالينجراد برغم الحصار الشديد والقصف المستمر، إلا إن الألمان شافوا منظر يعتبر من العجائب. غير إن الستات ماشية بسلاح، الألمان شافوا الممرضات وهم بيخشوا يشيلوا المصابين بدراع، وفي الدراع التاني سلاح عشان تدافع عن نفسها وتحارب وهي شايلة المريض. وده مش مريض عادي، ده واحد انصاب في معركة. الجيش الألماني كان في صدمة من اللي بيشوفه، وبدأت عزيمته تنهار. حرفيا كل اللي في المدينة بيحاربوا، رجاله ستات عاملين موظفين ممرضين ممرضات، اي حد يقدر يشيل سلاح كان بيشيله. وستالينجراد ما كانش بان فيها حاجه، الالمان حرفيا دمروا المدينه، فبالتالي انت مش عارف الضرب هيجيلك منين. بيئة مناسبة جدا لأي قناص، ما بالك لو هو قناص سوفيتي، دي أزمة أكبر. بيستمر القصف على ستالينجراد لحد ما الاتحاد السوفيتي بيبدأ يبعت إمدادات مش طبيعية، إمدادات كتيرة بجنون، ويبدأ يعمل واحدة من أقوى العمليات العكسية اللي حصلت في الحرب العالمية الثانية، ويعمل كماشة توقع الألمان في النص، ويبدأوا يضيقوا الكماشة بتاعتهم لحد ما يحاصروا الألمان. هتلر بيؤمر جنوده إن هم ما ينسحبوش لآخر جندي، ولكن الجيش السوفيتي بيضغط أكتر، والبرد الروسي بيبدأ يضغط أكتر عليهم. ألمانيا جيشها بينهار في المنطقة، وهتلر مصمم على إن هم يكملوا. في النهاية الجيش الألماني بيستسلم للجيش السوفيتي اللي يعتبر أقوى منه في كل حاجة، بيوصلوا إمدادات، وكمان بيلعب على أرضه. البرد اللي هم فيه هم عاملين حسابهم، الألمان أصلا كانوا جايين مش عاملين حسابهم إن هم هيقعدوا للشتاء، فحتى الهدوم التقيلة ما جابوهاش. وده مش إفيه، ده بجد. الألمان ما جابوش حاجه يلبسوها اصلا في روسيا. في النص الثاني من العالم في منطقه المحيط الهادي، زي ما قلت لك اليابان كانت اقوى اسطول اصلا موجود وقتها في منطقه جنوب شرق اسيا، وكانت محتله جزء كبير جدا من الصين ومن دول جنوب شرق اسيا، وكانت عامله ازمه لدوله زي امريكا. امريكا لما حست بالقلق من ناحيه اليابان قررت في حركه مفاجاه انها تقطع عنها امداد النفط، بعدها تجمد اصولها البنكيه. ده يعتبر يعني عقوبات امريكيه على اليابان. اليابان بتبدا تخش في نقاشات مع امريكا علشان توصل لحل، ولكن ما بنوصلش لحل، فبتقرر اليابان انها خلاص وقت الحل السلمي انتهى، ده وقت الحرب. في يوم 7 ديسمبر 1941 حملات الطائرات اليابانيه بتخرج من اليابان في سريه تامه متجهه لجزر هاواي. جزر هاواي دي تبع امريكا، هم مش رايحين يحتلوها، في هناك قاعده عسكريه، والقاعده دي من اهم القاعده العسكريه لامريكا اصلا في المحيط الهادي، وفيها جزء كبير جدا من الاسطول الامريكي. اليابان بتنفذ واحد من اقوى انواع القصف الجوي اللي حصل في التاريخ. اليابان بتقصف ميناء بيرل هاربر. قصف بيرل هاربر ده اللي دخل امريكا في الحرب، بس اللي كان مقوي قلب اليابان لدرجه انها تخش حرب مع امريكا هي انها كانت ماضيه اتفاقيه مع المانيا وايطاليا ان اللي يخش فيهم حرب ضد امريكا الباقي يدعم. فكده اليابان ضمنت انها مش هتحارب لوحدها، دي معاها المانيا ومعاها ايطاليا. الثلاث دول دول مع بعض كونوا حلف اسمه حلف المركز، وامريكا وانجلترا والاتحاد السوفيتي كونوا مع بعض الدول الحلفاء. اليابان استغلت فرصه ان امريكا مش موجوده في المنطقه والاسطول الامريكي قدامه كتير جدا على ما يجي، وبدات تلعب اكتر وتاخد اكتر كمان. اليابان ماشيه تكتسح جنوب شرق اسيا لدرجه انها احتلت كمية كبيرة جدا من الدول. اليابانيين في عز فرحتهم وفي عز ما هم في زهو الانتصارات، في يوم 18 ابريل بيتفاجئوا كلهم بالطيران الامريكي بيقصف طوكيو. انت متخيل ان الطيران الامريكي بيقصف طوكيو اللي هي تعتبر عاصمة اليابان، اللي هي بعيد عنهم بمسافة محيط، في محيط كامل بينهم. الطيران الامريكي بيقصفهم. القصف ده بدأ يفوق اليابان ويعرفهم ان الحرب ما انتهتش، ان هم فتحوا على نفسهم بوابة النار. وبعدها اليابان وامريكا دخلوا في كمية حروب بحرية مع بعض كتيرة جدا. فعندك مثلا حملة جوادالكانال، معركة جزر سليمان الأولى، معركة جزر سليمان الثانية، معركة جزر سانتا كروز، معركة الفلبين، معركة جزيرة سافو، معركة سايبان، معركة بحر بيزمارك. كل ده وانا لسه مكلمتكش عن اهم معركتين اللي هي ميدواي وخليج ليتي. لكن قبل ما اكلمك عنهم عايز اقول لك ان في يوم 13 اغسطس 1942 الرئيس روزفلت بدأ مشروع اسمه مشروع مانهاتن. ده كان برنامج سري امريكا بدأت تعمله علشان تستغل قوة الذرة في انها تعمل بها سلاح.
وده بعد رساله بعتها ألبرت اينشتاين للرئيس الامريكي روزفلت نفسه، اللي قال له فيها ان المانيا بدات تعمل تجارب على الذره. وقتها اتقسمت اداره المشروع على اتنين: الجنرال ليزلي جروفز اللي هو قياده عسكريه، والعالم روبرت اوبنهايمر اللي هو القائد العلمي للمشروع وعالم فيزياء كبير. خلينا نرجع تاني للمعارك البحريه اللي كانت موجوده في المحيط الهادي. خلينا نتكلم عن المعارك الكبيره اللي حصلت، منهم معركه ميدواي. معركه ميدواي كانت معركه شرسه، كان فيها حرفيا بيحصل مناورات بحريه، اليابانيين كانوا بيرسكوا بيعملوا اي حاجه في سبيل الانتصار. المعركه دي حصل فيها حاجات غريبه جدا. حملات الطائرات كانت حرفيا بتراوغ في البحر تعمل مناورات السفن الصغيره ما ينفعش تعملها. كل ده وفي صراع تاني فوق، طيارات بتحارب بعضها، وابل من الرصاص بيتحدف في اتجاه كل طياره. حرفيا السماء كانت مليانه طيارات، والبحر مليان فرقاطات ومدمرات وحاملات طائرات، وكل ده واليابانيين حرفيا بيكروزوا. المعركه دي انتهت بهزيمه ساحقه لليابان، ما كانتش هزيمه عاديه، بالعكس اليابان خسرت 4 حاملات طائرات في المعركه دي، وده كان كفيل انه يقلب اصلا موازين القوى في المحيط الهادي، وخصوصا ان اليابان ما كانتش اول معركه تخسرها، اليابان خسرت اكتر من معركه قبلها. المعركه الثانيه هي خليج ليتي، ودي معركه كانت شرسه. في خليج ليتي بنشوف لاول مره مصطلح الكاميكازي. كاميكازي مصطلح بالياباني معناه الرياح المقدسه. هو ما كانش فيه اي نوع من انواع الرياح المقدسه، هو كان فيه طيارين بيخلصوا الذخيره وهو وطيارته بيخشوا في اقرب حاجه في سبيل ان هو يعمل اكبر قدر ممكن من الخسائر. حرفيا الطياره كانت بتروح ما بترجعش، ودي كانت سياسه يائسه، استراتيجيه يائسه جدا من اليابان، لانها خلاص اصبحت على اعقاب انها تنتهي. الجيش الامريكي لو انتصر في خليج ليتي يعتبر سيطر على الاجواء اليابانيه. ببساطه اليابان كلها اصبحت مكشوفه للطيران الامريكي، مفيش اي حاجه ممكن تمنعهم، ولا حتى السكه ولا المسافه ولا البنزين ولا الحاجات دي، بالعكس. عشان كده اليابانيين خلاص بقوا بيعملوا مهام انتحاريه اصلا. ولكن برضو معركه ليتي انتهت بهزيمه اليابان، واصبح من بعدها اليابان كلها مكشوفه لامريكا. معركه خليج ليتي كانت نقطه تحول في احداث الحرب العالميه الثانيه. ولكن خلينا نرجع تاني لاوروبا، لكن مش هنرجع لألمانيا، هنرجع لإيطاليا. إيطاليا اللي فيها الشعب بيشيل موسوليني أصلا من الحكم وبيعين مكانه ملك. الملك ده اسمه فيكتور إيمانويل الثالث. الجيش الألماني اللي موجود وقتها في إيطاليا ما بيكونش راضي تماما عن فكرة إن هم يشيلوا موسوليني، فبيتدخل الجيش الألماني وبيقوموا بتقسيم إيطاليا. نص تابع للملك فيكتور إيمانويل والنص الثاني تابع لموسوليني. ولكن موسوليني حطوه بمنصب سوري، يعني كان شكل بس مش اكتر، لكن ده عشان يحمي نفسهم من الجنوب. المانيا ما كانتش بتدور على موسوليني ولا على فيكتور. وبمناسبه المانيا نرجع تاني لمعركه ستالينجراد. الجيش الالماني انهزم واستسلم، وبيبدا الجيش السوفيتي انه يرجع يستعيد اراضي تاني. الجيش الالماني بينسحب واحدة واحدة لحد ما بيرجع لحدوده تاني. بعد ما الاتحاد السوفيتي قدر انه يخرج المانيا بره حدوده، بيتجمع روزفلت اللي هو رئيس امريكا، ووينستون تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، وجوزيف ستالين اللي هو رئيس الاتحاد السوفيتي في طهران اللي هي عاصمة ايران. سهله دي. وبيبداوا يشوفوا هيعملوا ايه مع هتلر. كده كده ايطاليا يعتبر انتهت. امريكا بتعرض فكره ان لازم نحارب المانيا من خلال القناه الانجليزيه، ولكن بريطانيا بترفض جدا بحجه ان هم ما عندهمش الجاهزيه ان هم يحاربوا المانيا، وبيعرضوا فكره ان الافضل ان احنا نطلعهم بره افريقيا. طبعا ده ما عجبش لا الاتحاد السوفيتي ولا عجب امريكا. وخد بالك ان لغايه دلوقتي امريكا ما دخلتش اي مواجهه مع المانيا، ولكن ده مش هيطول كتير، وخصوصا ان في نفس الفتره كانت انجلترا بتكسب في معركه اسمها معركه العالمين. المعركه دي اللي كان فيها ايرفين رومل اللي هو قائد المانيا بيحارب مونتجومري اللي هو قائد القوات الملكيه الانجليزيه. المعركه دي اللي قدر فيها مونتجومري ان ينتصر وكمان يبعد الالمان عن الحدود المصريه، وبيكمل لحد ما بيحاصر الجيش الالماني والجيش الايطالي في منطقه تونس. وفي تونس بتيجي اول فرصه لامريكا انها تحارب. وتخيل يا مؤمن ان امريكا بتحارب جيش منسحب وبينداس عليها حرفيا. ألمانيا بتفحص أمريكا في سكتها وبتكمل باتجاه تونس وبتطلب إمدادات من هتلر، ولكن هتلر بيرفض وبيقول لهم إنه عنده أولوية في إنه يتصدى الاتحاد السوفيتي اللي بدأ الزحف باتجاه برلين اللي هي عاصمة ألمانيا. بالمناسبة إيرفين رومل اللي هو كان قائد القوات الألمانية وقتها
ما كانش موجود اصلا مع الجيش الالماني، ده هو كان رجع لان المانيا كانوا محتاجينه اكتر. الحلفاء بيتجمعوا تاني علشان يشوفوا هيعملوا ايه مع المانيا، ولكن بريطانيا بتعرض عليهم فكره جديده وهي انهم يحاربوا ايطاليا. ولكن اصلا ايطاليا من غير حاجه تم عزل موسوليني، مش بس عزله، ده عزلوه واعدموه وعلقوه اصلا من رجليه. وجه رئيس وزراء ايطاليا الجديد اللي هو المارشال بيترو ادوليو ووقع معاهده سلام مع الحلفاء، فبالتالي يعتبر ايطاليا استسلمت. اصبحت دلوقتي المواجهه بين امريكا واليابان والحلفاء والمانيا. اخيرا انجلترا بتوافق على انها تعمل انزال عسكري من القناه الانجليزيه. المانيا بتعرف ان الحلفاء هيعملوا انزال على السواحل الفرنسيه، يعني طبعا المانيا محتلها، ولكن فين بالظبط مش عارفين. فطبعا بيشغلوا دماغهم وبيقولوا ان اضيق مكان في القناه الانجليزيه هو ستريت اوف دوفر، اللي هو مضيق دوفر، تقريبا 34 كيلو، يعني سهل جدا بالنسبه لقوات التحالف انها تهجم من خلاله وتعمل انزال بحري قوي جدا من خلاله. ولكن في نفس الوقت ايرفين رومل كان بيقنع هتلر ان الهجوم مش هيجي من على دوفر، الهجوم هيجي من على نورماندي. ولكن هتلر ما اداش الاولويه لنورماندي اصلا، هو حط في دماغه ان هم هيهجموا من على دوفر، فهم هيهجموا من على دوفر، وامن مضيق دوفر كويس جدا، ونورماندي ما امنش على سواحلها اصلا كويس، يعني هو امن تامين عادي. واللي فعلا طلع صح هو ايرفين رومل. يوم 6 يونيو 1944 بيبدا انزال نورماندي. الجيش الالماني كان بيبص للبحر مستني اي اشاره للاشتباك، مدركين ان اللي قدامهم بحر واللي وراهم المانيا، يعني لو خط الدفاع ده سقط فبالتالي المانيا كلها تسقط. بيبدا الجيش الالماني يلاحظ في الافق بدايات سفن، فده بمثابه اعلان المعركه. ولكن اللي ما كانش يعرفه الجيش الالماني ان اللي داخل عليهم مش مجرد سفينه او 2 أو 10، لا، ده مئات السفن المحمله بالجنود والدبابات والمدافع وغيرها داخله عليهم. قوات الحلفاء ليها نصيب الاسد من حيث الكثره، من حيث العتاد والجاهزيه العسكريه، ولكن قوات الالمان ما كانتش مستعده للي هتشوفوه. بيحاولوا ان هم يتصدوا لاي حاجه، ولكن الكثره تغلب الشجاعه. بيستطيع قوى الحلفاء ان هم يعملوا الانزال وياخدوا سواحل نورماندي. وفي نفس الوقت الاتحاد السوفيتي كان بيهاجم المانيا من الشرق. المانيا بقت بتحارب على جبهتين، جبهه الشرق وجبهه الغرب. الغرب انجلترا وامريكا، وفي الشرق الاتحاد السوفيتي. هتلر بيقرر انه لازم يعمل ضربه استباقيه يضرب بيها انجلترا وامريكا علشان يقعدوا ويتكلموا معاه قبل ما الاتحاد السوفيتي يوصل ويخشوا في معركه سوا. فبيقرر هتلر في حركه انتحاريه ما تقالش عليها غير انتحاريه، انه يرجع يراهن تاني على غابه الاردين عشان يكسب بونت على امريكا، رغم ان القاده بتوع هتلر حذروه بلاش خطوه زي دي هتكلفنا كل جنودنا، ما عادش عندنا موارد ان احنا نقف قدام الاتحاد السوفيتي. ولكن هتلر كان عنيد وقرر انه برضه هيعمل كده. وفعلا القوات الالمانيه من خلال غابه الاردين بتقدر انها تفتح ثغرة بين الجيش الامريكي والجيش الانجليزي، ولكن النتيجة كانت برضه هزيمة. الجيش الامريكي تصدى للجيش الالماني معلنا انهيار المانيا قدام مين؟ الاتحاد السوفيتي اللي قواته وصلت اخيرا لبرلين وبدات تحاصر برلين وتقصفها. وكل ده وهتلر بيسمع صوت القذائف السوفيتيه وبيجي له اخبار الهزيمه في ملجأ هو مستخبي فيه في برلين. هتلر بيدرك انها النهايه وما عادش فيه امل ان هو يحارب تاني، وخايف ان يحصل فيه زي ما حصل مع موسوليني، فبيقرر انه ينهي حياته هو وحبيبته ايفا براون، ولكنهم بيتجوزوا قبل ما بينتحروا بيوم واحد. ايفا بتاخد حبايه من السيانيد وهتلر بيخرج مسدسه ويضرب نفسه بالنار. وفي 8 مايو 1945 يعني بعد انتحار هتلر ب8 ايام بتعلن المانيا استسلام، وبيتم تقسيم المانيا بالنص. مش بس المانيا، برلين نفسها بتتقسم بالنص. الجبهه الثانيه اليابان وامريكا. امريكا بتكون مدركه جدا ان اي عمليه بريه لليابان هتنتصر، ولكن هتكلف امريكا مليون جندي امريكي. في نفس الوقت بيكون السلاح السري اللي امريكا بدأت تشتغل عليه خلص، فبتقرر امريكا انها تعمل قصف اخير. وفي يوم 6 اغسطس الساعة 8:15 طيارة امريكية من طراز B-52 بتعدي فوق مدينة ما في اليابان وبتسقط شيء. الشيء ده بيسقط ببطء على المدينة. بعد 43 ثانية من سقوطه بتعلن واحدة من أسوأ الحوادث اللي حصلت في التاريخ، قصف مدينة هيروشيما. اليابانيين ما فهموش ايه اللي حصل. في شمس تانية منارة السماء، موجة بتدمر كل حاجة في سكتها، درجة الحرارة كانت بتسيح الجلد لدرجة ان الناس كانت بتجري وترمي نفسها في الانهار، ويا اما تموت غرقانة يا اما تموت قبل ما توصل. الاطفال اللي كانت بتلعب ضلها انطبع. تخيل اطفال رايحة مدارسها، موظفين رايحين شغلهم، وربات بيوت بينظفوا بيوتهم. كل الناس دي ماتت وكله مات في قصف واحد. عشرات الالاف راحوا في لحظة.
واللي نجا منهم تعرض لكميات إشعاع كانت قاتلة برضه. بعد 3 أيام يوم 9 أغسطس تعرض مدينة ناجازاكي لقصف بقنبلة تانية اسمها الفات مان، عشان نفس الكارثة اللي حصلت في هيروشيما تتكرر في ناجازاكي. كمان بيعلن الاتحاد السوفيتي مشاركته في الحرب، عشان في 2 سبتمبر 1945 تعلن اليابان استسلامها رسميا وانتهاء الحرب العالمية الثانية، حرب اللي فيها العالم خسر 70 مليون إنسان، ملايين اتشردوا، ملايين اتاخدوا أسرى، مدن كتير اتدمرت، ستالينجراد، لينينجراد، برلين، لندن، وارسو، كل دي مدن اتدمرت في الحرب العالمية الثانية. بعد الفاجعة اللي شافها العالم قرروا ان هم هيعملوا حاجة اسمها الأمم المتحدة، وتكون منظمة أكثر شمولية عشان تمنع حدوث أي حرب. الحرب العالمية الثانية خرجت لنا بعض الاختراعات العظيمة جدا، زي مثلا الرادار اللي بيساعد في عمليات الملاحة الجوية والملاحة البحرية، مايكرويف اللي حضرتك بتستخدمه في بيتك، التلفزيون اللي حضرتك بتتفرج عليه، وغيرها 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 من الاختراعات اللي حضرتك ممكن لسه بتستخدمها لحد النهارده. ولكن الاختراعات دي ما جاتش ببلاش، بالعكس الاختراعات دي نشأت على دماء بشر. بعد الحرب العالمية الثانية حصل صراع بس ما كانش عسكري، صراع اسمه الحرب الباردة، نشأ بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، وده لم يقل إثارة عن أحداث الحرب العالمية الثانية. نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي كوارث البشر هم اللي كانوا السبب فيها. مش بس البشر هم اللي كانوا السبب فيها، البشر هم اللي أبدعوا في قتل بعض، سواء في الحرب العالمية الأولى اللي كانوا بيستخدموا فيها غاز عشان يقتلوا بعض، أو في الحرب العالمية الثانية اللي البشر فيها طوروا سلاح قنبلة واحدة منه كفيلة إنها تموت مئات الآلاف، زي ما شفنا في هيروشيما وناجازاكي. ده كله إن كان يبين لك حاجة، يبين لك إن أكبر عدو للإنسان هو الإنسان نفسه. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.